يا مساء الحياة. ممكن طلب صغنن قد كده من الأمهات اللي ربنا رزقهم ببنات، يعني طلب صغنون كده لو مفيهاش إساءة أدب. ممكن وانتي بتعلمي بنتك قبل الجواز ازاي لما تتجوز تعرف تعمل صينية بطاطس بالفراخ أو باللحمة، وازاي طول الوقت بوتجازها ده لازم يكون بيلمع، وازاي على طول لازم شقتها وحمامها يبقوا نضاف وريحتهم حلوة. زي ما بتعلميها كل الحاجات دي، ودي حاجات مهمة يعني مفيش شك فيها يعني، بس وانتي بتعلميها الحاجات دي علميها كمان ايه هي حقوقها. يعني زي ما بتعلميها ايه هي واجباتها بعد الجواز، أرجوكي علميها كمان ايه هي حقوقها. لأننا للأسف معظمنا بيتربى وبيطلع وهو عارف واجباته، إيه اللي المفروض يعمله، إيه يعني كبنت، إيه اللي المفروض تعمله بعد ما تتجوز، وازاي تعرف تراعي بيتها وجوزها وولادها وتحافظ عليه. وكل ده على فكرة دي حاجة يعني أكيد يعني ربنا مديها كده للست لأنها تقدر تعمل كل ده وأكتر كمان، يعني دي حاجة ربنا الحمد لله ميزنا بيها. بس وانتوا بتعلموهم الواجبات، علموهم كمان ايه هي حقوقهم. لان في الاخر البنت دي هي انسان، يعني هي انسان متمثل في جسد انثى، واي انسان طبيعي زي ما ليه، زي ما عليه واجبات هو كمان ليه حقوق. لان فكرة ان هي ما بتبقاش عارفة حقوقها، بعيدا بقى عن ان هي بتفضل طول الوقت شمعة تحترق من اجل الاخرين وطول الوقت هي بتجري كده في ماراثون عشان تلحق تخلص اللي عليها وما بيخلصش. لا، في حاجة كده، احساس بيتولد عندها، يعني البنت اللي مش عارفة ايه حقوقها وايه يعني زي ما عارفة واجباتها، بيتولد عندها احساس بالذنب، دايما بالذنب وبالتقصير لو قصرت في حاجة يعني لا تعنى. لو والتقصير ده بيجي مثلا بسبب ان هي تعبانة او مرهقة، لا ازاي انا نسيت احط ما احطش الفاكهة اللي بيحبها ابني مثلا في اللانش بوكس وهو رايح المدرسة، ازاي نسيت اكوي بنطلون جوزي. فدايما عندها احساس بالذنب والتقصير، يعني حتى لو هي مولعة العشر صوابع شمع زي ما بيقولوا. لا، هي مش لان هي يعني هي اتربت وكبرت واتعلمت ان انت المفروض تعملي ان انت سوبر مان او سوبر وومن بقى، يعني انت سوبر وومن. انت المفروض تعملي كل حاجة، والسوبر وومن دي ما بتتعبش وما بتزهقش. ويعني ايه النهاردة انا مرهقة، ويعني ايه النهاردة ماليش مزاج مثلا اذاكر للولاد، ويعني ايه النهاردة ماليش مزاج او تعبانة او ما عنديش طاقة. لا ما ينفعش. بعيدا عن مثلا بقى طبعا عن اللوم والعتاب من الاطراف الاخرى، لان الواحده طول ما هي بتعمل كل حاجه، لو جت اثرت في حاجه طبعا الاطراف الاخرى، وعلى فكره مش بتكلم عن الزوج بس، لان للاسف الولاد برضو بيطلعوا يعني مع الام اللي زي دي بيطلعوا كمان الولاد هم شايفينها طول الوقت ان هي سوبر ماما. ماما ما ينفعش تقول ان هي تعبانه او مش قادره. فللاسف بيطلع يعني كمان الولاد طول الوقت يعني انت ما ينفعش تقولي انا مش قادره اعمل لكم كذا. فده بيديها احساس بالذنب زياده مضاعف. فدايما وانتوا بتربوا بناتكم على ازاي تفتحي بيت وازاي تبني اسره،
علموهم يقولوا ستوب وفاصل ونعود، يعني انت ليكي حق تعملي فاصل، انت ليكي حق النهارده تقولي انا مش قادره. بس كده، ما عنديش كلام تاني اقوله، ارجوكم يعني.